انا معجبه بشخص وشايفاه مناسب مبدئيا في حاجات اساسيه بالنسبه لي، انا عارفه من زمان لكن لسه ما فيش تواصل بينا بجانب انه ما فيش حاجه او صله بينا تفتح كلام. لا ده مش حب اصلا، ده اللي هو انجذاب، والعلاقه هنا موجوده بس في دماغك، فبالتالي العلاقه مش حقيقيه. فبتوهميش نفسك ان في علاقه وان انت تعرفيه، فان انت تعرفي ان هو مناسب ليك او مش مناسب، لان ما ينفعش انت تعرفي الشخص ده مناسب من غير ما تتعرفي عليه، ومن غير ما تتعرفي عليه اللي هو بمعنى صح من غير ما يكون في مشاركه في حوار ما بينكم، تلاقوا في ما بينكم اهتمامات تجمعكم، قادرين ان انتوا تتبسطوا بيها، وقادرين ان انتوا تبقى في علاقه مشبعه لاحتياجات الطرفين. بما انه مفيش علاقه فبالتالي مفيش اشباع، فبالتالي مفيش تعارف، فبالتالي ما توهميش نفسك ان هو مناسب ليكي وتفضلي تكدبي الكذبه على نفسك وتصدقيها وتعيش متعلقه بوهم انت الوحيده اللي مصدقاها بس هو مش موجود في الواقع. فانت بتضيعي على نفسك كل الفرص، الناس المتاحه اللي تقدري ان انت تتعرفي عليهم ويكون فيهم شخص مناسب بالنسبه لك، علشان انت متمسكه بعلاقه وهميه مع حد مش مناسب ليك، لان انت اصلا لسه ما تعرفيهوش ومفيش حاجه تعرفك بيه. ففي الاخر عمرك انت اللي بيضيع. يا اما تدوري بقى على وسيله تتعرفي عليه بيه، بس في نفس الوقت ما تقوليش نفسك، ما تخدعيش نفسك ان هو مناسب لان انت لسه ما تعرفيهوش.